مهمة مكلفين بسيادة الرئيس، لان احنا عندنا حلم لهذه البلد وهو عنده حلم. طيب والحلم ده احنا عايزين نحققه، فهنحققه ازاي؟ لازم يبقى عندنا الجرأة وعندنا القوة ونشتغل مع بعض وعمل الفريق. وانا عندي هنا من البنك المركزي الشباب السيد وكيل المحافظ المساعد مسؤول عن الاحتياطي النقدي، والمهندسة زكية برضو مدير إدارة عامة في الاحتياطي. اشتغلنا كفريق عمل ممتاز في البنك المركزي، والسيد نائب وزير المالية ومع السيد وزير المالية والمجموعة كان جو حقيقي ايجابي وبناء ومن اجل المصلحة العامة. والنتيجة ان احنا كل احتياجات البلد النهاردة اللي كانت متأخرة في المواني مليارات الدولارات اتسددت كلها في خلال 20 يوم بقرار. ولكن كان لازم ان هو صاحب الامر يدعم جرأة اتخاذ القرار ويبقى عنده الجرأة ان هو ياخد القرار، وده حصل. والاصلاح قرار والاصلاح مواجهة، فاحنا واجهنا الامر والحمد لله بسرعة جدا النتائج بانت. احنا جالنا 65 مليار جنيه من البيوت في شهر. 65 مليار جنيه على فكرة حضرتك اللي ما عندكش فقير، يعني هم الشعب معاه برضه 65 مليار جنيه جت من البيوت. فاحنا ماشيين بنحط نظام طبقا للنظم اللي على مستوى عشان تقدر البلد دي يبقى عندها فاونديشن ارضية لجذب الاستثمار وجذب التنمية. وبعدين النهاردة هنساعد بقى في الانتاج المحلي لانه الانتاج اللي جاي من بره بقى غالي، وهنساعد في التصدير لان انتاجنا بقى رخيص يقدر ينافس، وهنساعد في الاستثمار الاجنبي. جالنا في المحافظ يمكن لغايه دلوقتي مليار دولار في شهر، ما كناش متوقعين في اول شهر تجيلنا فلوس خالص. فاحنا الحمد لله يعني فخورين باللي حصل. وانا يعني لو في اسئله ممكن ابقى اجاوب عليها، بس انا احب ادي 5 دقايق لزملاتي من اداره. طيب انا بقى يعني برضو كنت عايزه اسال حضرتك، يعني من ضمن مثلا التساؤلات اللي الناس بتسالها، وخاصه ان هم بيتابعوا مساله الدولار وسعر الدولار، ويعني المساله دي عامله ارق لناس كتير. ايه السبب في انه مثلا لقينا سوق سودا بتظهر مره ثانيه بالرغم من اقول لحضرتك حاجه؟ احنا كنا اللي بيحصل كان قدامنا اختيارات. يعني اصل احنا دايما بنبقى ساعات مش واقعيين، يعني عايزين احنا قدامنا اختيارات. الحل الامثل لا، احنا قدامنا اختيارات، يا اما ان احنا ندعم سعر الصرف وندين البلد لاني بستلف الفجوة من بره واصرف انا كبنك مركزي في السوق. هل احنا ضميرنا يرضانا ان احنا ندين البلد عشان ننفق على استيراد؟ يا اما نتحمل زيادة في الاسعار وما ندينش البلد.